مساء الخير عليكم. اتشرف بيك. احمد. احمد. عمرو. اهلا وسهلا بيكم. ايه رايكم في المكان والاكل؟ لا تمام قوي 100 بصراحه. الاكل من احلى المطاعم اللي اكلت فيها واحلى العربيات، في زيه كتير بس لا ما شاء الله بصراحه اديله 100 من 10 بامانه بصراحه. يعني شوف عمرو بقى هيقول ايه. لا ما شاء الله الاكل حلو جدا، الاكل جميل قوي والصوصات اللي فيه كتير، يعني الصوصات اللي جوه الساندوتش كتير جدا، مش نوع واحد ولا نوعين، لا كذا صوص. وصوص هاسلرز برضو اللي هو اسمه حلو معمول ده برضو بيدي طعم برضو للاكل حلو جدا. والفرايز برضو جميله، فبجد 10 من 10 10 من 10. الف انا عليكم. شرفت بيكم. مساء الخير على حضراتكم. انا النهارده في مدينه نصر في عربيه متميزه جدا مع استاذ حسام. ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ تمام؟ منور الدنيا كلها. صراحه العربيه بتاعتكم مميزه جدا، يعني شايف انتوا بتبيعوا همبرجر بس، مفيش اي حاجه ثانيه، هي همبرجر بس. فكنا عاوزين نعرف بقى الناس ايه الفكره جات لك ازاي، وليه اللي تخصصت في الهمبرجر بس، وايه انواع الهمبرجر اللي عندك يعني؟ تمام. اهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. احنا بنعمل المشروع بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين عربيه برجر. احنا مكاننا في اول عباس، يعني لو انت جاي مثلا احنا على يميننا هنا على طول الحديقه الدوليه وكده اول عباس. لو انت جاي من ميدان الساعه رايح على الحديقه الدوليه، فاحنا الشارع بتاعنا اللي هو حنين اسحاق قبل الحديقه الدوليه على طول. تمام. طبعا احنا لقينا في اماكن كتيره وعربيات كتيره بتعمل سندوتشات برجر وكده، فاحنا حبينا ان احنا نخوض التجربه دي وننزل بشغلنا احنا، والحمد لله فتحنا المكان. حضراتكم طبعا لما تنورونا هتلاقوا التيست طبعا يعني مختلفا. طبعا مش هنقول لك احنا بنعمل احسن حاجه في الدنيا، بس احنا الحمد لله بنعمل حاجه كويسه وحاجه نظيفه. احنا العربيه دي مترخصه، احنا معانا ترخيص من سلامه الغذاء ومعانا ترخيص من الحي، فالحمد لله اهم حاجه عندنا النظافه، ده نمبر 1. واللحمه بتاعتنا احنا لحمتنا لحم الجزار. بنحط ريسبي كده عليها معينه. الصوصات احنا بنجيب صوصات يعني جودتها اعلى جوده، مش بنجيب صوصات عاديه. والاضافات زي يعني ممكن اشرح لكم كده باختصار. احنا عندنا 4 انواع في السندوتشات، كلهم نفس اللحمه 150 جرام والعيش 5 بوصه. بنحط فيه عندنا اول ساندوتش ده بياخد اضافه مشروم، والساندوتش الثاني ده بياخد اضافه بيف بيكون، الساندوتش الثالث بياخد بيف بيكون ومشروم وبسطرمه، ودي حضرتك زي ما حضرتك شفتها في الفيديوهات. الساندوتش الرابع بس ده احنا موقفينه شويه دلوقتي، ده يعني عشان بس في حاجات كده بنظبطها. فدي كل الساندوتشات اللي احنا بنعملها، وكل ساندوتش بيطلع معاه الفرايز بتاعته. تمام. الاضافات طبعا انت ممكن يعني بتظبط، احنا عاملين المنيو دي لو انت حابب تضيف حاجه، حابب تعمل حاجه على مزاجك، اوكي فاين يعني كله تمام موجود. بس يعني انا اللي عاجبني فيكم ان انتم متخصصين، يعني ما حبيتش تضيف اي حاجه للعربيه غير البرجر بس، اللي انت تبقى برجر بس. احنا حبينا ان يبقى التخصص يعني يبقى برجر بس بيف. لسه بنفكر ان احنا ممكن ندخل تشيكن، بس ده ممكن يكون يعني الخطه اللي جايه ان شاء الله، بس لحد دلوقتي احنا بنعمل بيف بس ان شاء الله. اسم العربيه بقى ايه؟ يعني اسم انا شايفه غريب شويه، جالكم منين؟ ونقول للناس بس. العربيه اسمها هاسلرز برجر. لو عملنا سيرش مثلا، احنا لينا تشانل على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستجرام بيبقى عليها كل الريفيوز وكل الفيديوهات بتاعتنا. هي الفكره من هاسلرز دي، طبعا احنا لو عملنا سيرش على هاسلرز انت هتلاقي معناها المحتالين او النصابين، بس هي مش كده خالص، مش المعنى الحرفي بتاع المعنى ان احنا اللي هم نازلين يعني يجمعوا المال او يلموا الفلوس، بس هي فيها سكه كده انت شويه احترافيه يعني. ان شاء الله عندكم محلات كبيره باذن الله، والناس الصراحه شكرت في الاكل. انا صورت مع ناس وكانوا بالصدفه اول مره ياكلوا، يعني شكروا بجد فعليا بيشكروا في الاكل جامد. زي ما قلت لك احنا الحمد لله اهم حاجه عندنا النظافه، وان احنا مهتمين بكل حاجه، سواء على الاستاف الموجود او الحاجات الماتيريالز اللي احنا بنشتغل فيها، ونحاول ان احنا يعني تبقى كل حاجه توب الحمد لله يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله، يبقى عندكم سلسله كبيره. عاوزين نعرف بس انت مواعيدك العمل بتاعتك من امتى لامتى؟ يعني مواعيد. احنا بنفتح كل يوم الحمد لله من الساعه 6 لحد الساعه 3 الفجر بنكون شغالين.
في دليفري بيبقى موجود لاي مكان، بس بننسق الاول لان احنا ايه يعني لسه لحد دلوقتي مش معانا دليفري ثابت، فبنظبط كده مجموعه من الدليفريه حوالينا هنا وبننسق معاهم في اي مكان وبنبلغ العميل على طول، وكله موجود يعني الحمد لله. ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله، نيجي نصور معاكم وانتم معانا بقى سلسله محلات كبيره ان شاء الله كلها، وكل الناس تنورنا وتحت امركم طبعا. شاكرين لك يا باشمهندس، شاكرين.